ليه الاهلي بقى كده؟ الحقيقة ده حوار طويل جدا، فروح هات لك حاجة تشربها عشان اعرفك ليه الاهلي بعد ما كان مخيف افريقيا بقى اجبن نادي في افريقيا. ما هي هرش بس لازم معلش عشان اللعيبة تفوق. انا عارف انا دلوقتي هتلاقي مروان عطية قاعد على اعصابه بيقول يا ترى نور هيقول ايه. يا عم اتنقل اسكت وعارفك كده. الموضوع كله بدأ مع خسارة الأهلي من الوداد بعد الحادثة الشهيرة بتاعة 2-0 الحقيقة، ودي كانت البداية الحقيقية لركوب الأهلي على أفريقيا، وفي نفس الوقت كانت البداية لانهيار الأهلي. بكل الروح الرياضية طبعا موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. بعدها الأهلي قرر إن هو يمشي موسيماني علشان خاطر يجيب سواريش الحقيقة كان بادي بداية ولا أخرى مع النادي الأهلي بمستوى أضعف من الضعف نفسه، والأهلي كان عنده مشاكل كتيرة جدا على مستوى الماتشات اللي بيلعبها، وهنا كانت إقالة سواريش حاجة حتمية لازم تحصل، لأن الأهلي ساعتها خرج بموسم صفري، خرج بموسم بدون أي بطولة، ودي مش حاجة معروفة في الأهلي، فعشان كده كان لازم سواريش يمشي عشان خاطر بعد كده الإيرا الحقيقية لركوب الأهلي على أفريقيا كلها تبتدي بعد تعيين مارسيل كولر كمدير فني للنادي الأهلي. والحقيقة بعد تعيين كولر كان في ازدهار في النتائج رهيب جدا، والموضوع ده بان جدا ساعة ماتش الأهلي والزمالك في السوبر المصري. الحقيقة البطولة دي كانت هي الدفعة المعنوية لكولر علشان خاطر يقدر يكمل مع الأهلي ويقدر يعدل النتائج بعد كده علشان خاطر يبقى أي ماتش للنادي الأهلي فهو مكسب لا محالة. لو عملنا فاست فورورد من بعد ماتش الزمالك في السوبر لغاية دوري أبطال أفريقيا، الماتش اللي خلص 5-2، ودي كانت من إحدى الفضايح بتاعة الأهلي. من بعدها كولر قرر إن هو يثبت نفسه بجد علشان خاطر بعدها تحصل الانطلاقة بجد للنادي الأهلي. الحقيقة ساعتها كسبنا أفريقيا، أي نعم كانت بعد صعوبة رهيبة جدا، ولكن في الآخر الأهلي كسب أفريقيا. نيجي بعد كده لأول سبب من أسباب انهيار الأهلي. الحقيقة هو كان سبب كبير جدا ولكن كانت مش باينة قوي وقتها. الحقيقة ان اول سبب في انهيار الاهلي اقالة سيد عبد الحفيظ في اغسطس 23. سيد عبد الحفيظ مشي وبعدها جه خالد بيبو علشان يمسك مدير الكرة في النادي الاهلي. الموضوع ساعتها ما عملش قلبان كبير جدا، ولكن كان باين جدا ان في نوع من انواع فقد السيطرة على اوضة اللبس في النادي الاهلي. بس برضو الموسم كمل وما حصلش اي حاجة، بل والاهلي كسب كل حاجة دخل فيها. من ضمن البطولات والاعجازات اللي كولر عملها الحقيقة وهو مكسب الدوري ب21 فوز متتالي بعد ما خرجت بيراميدز من المنافسة معاك النهائي السنة دي، وبعد مكسب الاهلي افريقيا قدام الترجي. كان باين جدا ان في حاجة غلط في اداء الاهلي وقتها، لان الاهلي نام على الجون اللي جابه في اول 5 دقايق من الماتش وما عملش يعتبر اي هجمة تذكر على مدار الماتش. بعدها يجي تاني سبب لانهيار النادي الاهلي، وهو استقالة المترجم بتاع كولر، واللي هو كان حقيقة ليه صلاحيات كتيرة جدا جوه النادي الاهلي، خالد الجوادي. اكيد مش استقالة مترجم هي اللي هتخلي الاهلي ينهار، ولكن ضعف التواصل ما بين كولر واللعيبة والادارة كمان هو اللي ادى لانهيار الاهلي وقتها. وبسبب ضعف التواصل ده الاهلي بقى جبان، او بمعنى اصح كولر بقى جبان جدا في ان هو يعمل ماتشات هجومية. الاهلي ما عملش غير ماتشين على مدار الموسم كله كان بيتقال عليهم فيه ان هو كان هجوم شويه، كان من ضمنهم مثلا ماتش العين الاماراتي لما كسبت 3-0. ولكن الحقيقه في كل الماتشات على مدار السيزون كله الاهلي كان شخصيته غير حاضره تماما، وكولر كان خايف جدا. وبسبب الخوف الغير مبرر ده الاهلي كان على اعتاب ان هو يخسر الدوري، بل وكمان خرج قدام صن داونز في جون عبيط جدا بعد ماتش سيء جدا جدا قدام صن داونز، وخرجنا من نص النهائي
دوري ابطال افريقيا. بعدها الوضع كان ما ينفعش يتسكت عليه، فالاداره قررت ان هي تتدخل وتمشي كولر، علشان بعدها عماد النحاس يجي يمسك الاهلي لمده 6 ماتشات علشان يلحق يعمل اي حاجه. وفي ال6 ماتشات دول عماد النحاس يعمل حاجه اعجازيه برضه ويكسب بالاهلي الدوري اللي الحقيقه احنا ما نستاهلش الدوري ده. وبعدها الاهلي قرر يتدخل تاني ويجيب ريبيرو علشان خاطر يقود الاهلي من اول ماتش في كاس العالم لغايه ماتش بيراميدز اللي لسه خسرانينه من قريب 2-0. الحقيقه ان مده ريبيرو جوه الاهلي اقل حاجه يتقال عنها ان هي كانت مده قذرة جدا. الاهلي يعتبر ما عملش ولا ماتش حلو غير ماتش بورتو اللي حتى في الماتش ده انت تعادلت 4-4، دخل فيك 4 تجوان في ماتش واحد بس. ومهما كان الفريق الاوروبي اللي انت بتلعبه مش لدرجه ان انت يخش فيك 4. في الاول وفي الاخر انت النادي الاهلي يعني بتناطح في العالميه. حتى الفتره دي شهدت حاجات كتير جدا اقل حاجه تتقال عنها ان هي فعلا فتره سيئه جدا. شهدت حاجه مثلا زي الاصابات المتكرره اللي هي اصابات عضليه، ودي حاجه غريبه لان السيزون اصلا لسه بادئ، فان انت يبقى عندك اكتر من نص الفريق مصاب باصابات عضليه وشد. ليه؟ انت ما فيش اي تلاحم مواسم، انت خدت فتره كبيره جدا اجازه. فده يدل على ان ريبيرو كان مدرب بطيخ بدنيا وعبيط فنيا، لان الاهلي ما كانش ليه اي شكل فني في الملعب. اللهم ماتش بورتو، وزي ما قلنا برضو ان الماتش ده انت داخل فيك 4 اجوان. بعد ما ذكرنا الفتره اللي فاتت دي كلها ممكن نكون توصلنا لمشكلتين هما الاساس في وقوع الاهلي. المشكلتين دول هما مشكله اداريه ومشكله فنيه. المشكله الاداريه دي حلها بيكمن في حلول بسيطه جدا. الحلول دي بتتلخص في حاجتين. الحاجه الاولانيه وهو رجوع سيد عبد الحفيظ، وده لو كان حاجه تقيله جدا على الاداره فممكن نخلي وليد صلاح الدين ونستقر عليه. وليد صلاح الدين انا شايفه بوتنشال كويسه جدا بان هو يبقى مدير الكره في النادي الاهلي، فلو نكمل ونسيبه ونستقر عليه حتى لو انت جبت جهاز اداري فني جديد ونخلي وليد صلاح الدين في مكانه، ده هيفرق جدا. اللعيبه دلوقتي محتاجه تتشكم الحقيقه، لان دلوقتي انت عندك نجوم كتيره جدا في الفرقه، عندك زيزو وامام عاشور ومحمد علي بن رمضان وناس كتير جدا، وكل واحد فيهم شايف نفسه نجم الفريق ده طبعا، ومن ضمنهم تريزيجيه. فالحل علشان خاطر تقدر تظبط اوضه اللبس ان انت يكون مدير الكره اللي عندك مدير شديد، علشان خاطر كل واحد يبقى عارف حدوده. في الاول وفي الاخر انت بتلعب في النادي الاهلي. والحقيقه وليد صلاح الدين كان قال جمله حلوه جدا بعد ماتش سيراميكا كليوباترا، وهو بالنسبه لفكره تجديد العقود، طالما انت فاضل عليك اكتر من سنه في العقد بتاعك فما تجيش تكلمني في تجديد عقد. ودي حاجه كويسه جدا لان ده هيخلي كل واحد يخاف على مكانه، يخاف ان هو يتلطش كده او كده ويخرج بره النادي. في الاول وفي الاخر انت لو خرجت من الاهلي مهما رحت اي نادي تاني هتبقى خالي شغل. ده بالنسبه للمشكله الاداريه. لو جينا بقى المشكله الفنيه بتاعت الاهلي، فالحقيقه انت اصلا عندك نجوم كتير جدا، محتاج بعض التدعيمات في مراكز معينه، ولكن الحاجات دي سهل ان انت توفرها. في الاول وفي الاخر البادجت بتاعت الاهلي والله اعلم تستحمل لعيبه كتير جدا. فالمشكله مش في اللعيبه، المشكله في المدرب. ودي قدامك فيها حل من 2، يا اما تروح تجيب مدرب اجنبي قوي بجد يكون عنده خطط فنيه يقدر يقولها ويطبقها على اللعيبه، ودي حاجه الى حد ما ممكن تكون غاليه ودي تبقى اوفر بادجت بجد على الاهلي، يا اما حظك يوقعك في كولر الجزء الثاني، ودي حاجه قليله جدا الحقيقه. الحل اللي بالنسبه لي ممكن يكون مضمون شويه واللي الفتره دي محتاجاه بجد وهو حسام البدري. حسام البدري مفيش اختلاف عليه، الراجل جايب بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي وبرضه عامل حاجات كويسه جدا مع النادي الاهلي من ناحيه اداريا والسيطره على اللعيبه. معروفه حسام البدري ضد النجوم وما بيحبش ان يبقى في حد فوقيه مهما كان، ودي الحاجه اللي الاهلي بيفتقدها حاليا. انت عندك مهزله في اوضه اللبس، اللعيبه كلها عاوزه تجدد واللعيبه كلها عاوزه ارقام اعلى من الاول، فانت الحاجه الوحيده اللي هتقدر تشكمهم حسام البدري. انا متفهم ان في ناس كتير جدا ممكن تكون ضد الفكره دي عشان خاطر الحوار بتاع حسام البدري وبيراميدز والمشاكل اللي كانت حصلت وقتها، بس على
على ما اعتقد احنا دلوقتي تخاضينا مشاكل كتيرة جدا، اكبرهم اصلا كانت امام عاشور. فحسام البدري اللي هو اساسا ابن الاهلي، الموضوع بالنسبة للحوار ده هيبقى بسيط شوية. انا بالنسبة لي دي الحلول اللي تقدر ترجع بيها الاهلي بشكل او باخر لمكانته تاني. في الاول وفي الاخر الاهلي مش فريق ضعيف اطلاقا، ولا فريق لعيبته تبقى اشد واقوى منه. وفي الاول وفي الاخر احنا الاهلي، فالاهلي عمره ما هيبقى عامل زي المنافس، مش هيبقى عنده عدم استقرار اداري ولا عدم استقرار فني. الاهلي اكبر بكتير من كده، ممكن يعدي عليه كبوات، ده شيء طبيعي، اي فريق كبير في الدنيا بتعدي عليه كبوات، بس الاهلي بيعرف يخرج منها. واكبر دليل على كده كم البطولات الهائل اللي عند النادي الاهلي. الحاجات دي ما جاتش صدفه وبس. دي كانت الحلول بتاعتي لان انت ازاي ترجع الاهلي. اتمنى اعرف الحلول بتاعتكم علشان خاطر الاهلي يرجع تاني بالنسبه لكم ايه وبس. ده كان كل حاجه عندي لفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام.